امبارح كان في احتفاليه لبيراميدز بمناسبه فوزه بدوري الابطال وبمناسبه صعوده لكاس العالم للانديه 2029. فوجئنا اللي واحد زي خالد الغندور واحمد حسام ميدو وامير مرتضى كم واحد من المنتفعين اللي ما لهمش شغله ولا مشغله رايحين ياخدوا اللقطه مع واحد زي ممدوح عيد اللي هم بيعتبروه بالنسبه لهم مثل اعلى، بس هم عشان نفسهم في اي سبوبه واي مرزقه يتراضوا منها عشان خاطر فاهمين اللي هم ملهمش لازمه في ناديهم، وناديهم مش عارف يعمل اللي انديه تانية دلوقتي بتعمله. زي ما هم راحوا الاحتفاليه اللي هم بقالهم 23 سنه ملقوش حتى زينه عشان يحتفلوا بحاجه شبيهه زي البطوله دي، اخرهم كاس مصر والكام حاجه اللي بيحتفلوا بيها كل كام سنه. تاني حاجه كاس العالم للانديه اللي عمرهم ما راحوه، والمره اللي كانوا هيروحوا فيها البطوله اتلغت، فهم عارفين اللي مفيش تفرحهم في تشجيعهم لناديهم، عشان كده بيروحوا يتمحكوا في فرق لسه طالعه زي بيراميدز اللي معمول في 2018 وكلنا عارفين كان معمول ليه كيدا في النادي الاهلي. وطبعا بيراميدز ولا ليه شعبيه ولا عنده حتى نمليه زي نادي الزمالك، ولا عنده جمهور ولا عنده اي لعيبه سابقين يجيبهم، فقال لك اجيب واحد زي ميدو وواحد زي خالد على قد ايديا يقعدوا واعمل بيهم اللقطه. دول كده كده ما عندهم